السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده انا جاي اكلمك عن الزمالك والإدارة، أمير مرتضى، سيادة المستشار مرتضى منصور، أحمد مرتضى منصور، العيلة العصابة اللي ماسكة النادي. وهقول لك بالدليل، تمام؟ هظهر لك في الآخر فيديو كده مكالمة متسربة، حرفيا خربوا النادي، قسما بالله خربوا النادي، مع إني راجل أهلاوي، تمام؟ بس أنا لما أطلع ألاقي نادي الزمالك ده من أكبر الأندية في أفريقيا، ومن أكبر الأندية في مصر، ومن أكبر الأندية في الوطن العربي، الاقي ناس زي دي ماسكه اداريه، وراجل زي حسن شحاته اداري قاعد في البيت، وراجل زي مثلا نجوم في الزمالك حازم امام ده قاعد في البيت، النجوم دي كلها قاعده في البيت، ومستشار مرتضى منصور وعياله ماسكين. لازم نطلع اتكلم. اولا الفيديو ده لو في اي بنت بتتفرج بلاش، عشان فيه الفاظ انا مش هعمل عليها تيت، هخليها تمام. ثانيا بلس 18. يلا بينا. يا مية. بقول لك ايه، انت موضوع اللاعب ده ضامنينه ولا مش عايزك تخش؟ مش عايزك تخش في الريسك ده زي المره اللي فاتت. بس دي هتلخبط كل حاجه، فاهم؟ تتلخبط كل حاجه ازاي بقى؟ يعني مبدئيا الناس دي الناس اصلا رفضت الفكره دي قبل كده، بس ابوك زودها لما شتم الواد. تمام ماشي. اللي نزل دلوقتي هشام نصر يعني، تمام. ابوك هيبتدي يجاملك عشان عايز يركبك، هيروح خابط في الراجل ده برضه، هيروح قايل لك ايه خبط ده فيه اصلا شتم، تمام، يخبط فيه بقى لحد تاني غيرك، فاهمني؟ طيب هقول لك على حاجه، انا فكرت في ايمن يونس. لا، ابن متناكة. ابن متناكة يضايق ابوك جوه يعني، فاهم؟ لا خد بالك، ايمن يونس مش ستايله كده. كلمت محمد صلاح قال انا مش هقعد. يعني انا بالنسبه لي لو الاسماء اللي انت قلتها دي، علي جلال، علي خالد لطيف يبقى نائب، فاهم؟ نفس بروفايل احمد جلال، كده ماتياز ما بيعملش حاجه مش عارف ايه، وانت يا باشا راجل في السيف سايد، تبقى بنت متناكة. احمد لو ما نجحتش هتبقى بقول لك بنت متناكة من ناحيتين، الناحيه الاولانيه ابوك هيتجنن، فاهم؟ وهيشد في شعره وهيغلط وهيخبط في الناس وهيخبط في اللي نجح، فاهم؟ طب ليه؟ يبقى خسرنا كده مكانين. يعني هنبقى خسرناك في المجلس وبقى في نائب مش معانا. طب ما نعملها بقى بالشياكه، يبقى النائب معانا واحمد في المجلس، زي ما انا كده بره وليا صلاحيات رئيس نادي اصلا، فاهم؟ الناس طالعه معانا ملهاش لازمه خالص. يعني انا بقول لك، انا وجهه نظر، انا كنتش اعرف اصلا. انت ما اعرفش ان بكره اخر يوم بابا اللي قال لك، ولا انت دي فكرتك؟ بابا بس كانت فكرتي برضه. لا، فكرتك دي يا باشا، انت راجل هتنزل بقى في يوم من الايام رئيس. طول ما انت احمد بابا في المجلس الناس مش هتقبلك رقم 2. هو الشعب كده، يعني هو الشعب ده كده تركيبته كده. نشوف الناس كانت بتتعاطف معانا ليك واحنا بره. عارف لو انا وانت تمشي في يوم من الايام قال لك ده رئيس وده نائب يا عم، وعادي، وان العيال دي شاطره وناجحه. بابا اللي هينزل قدامك ده هيطلع دين امه، فاهم؟ فهيصحي الميت، هو ميت اصلا، واحد يبقى ميت هيصحيه. بص يا احمد، لو انت بكره مرشح نفسك عضو مجلس اداره، خلاص، وهو هناك الراجل ده الشهر اللي جاي ده كله هو بينيكوا لمصلحه واحد تاني غير ابنه. غير ان هو بينيكوا عشان واحد تاني غير ابنه، ده بينيكوا عشان الراجل ده ما يقفش جنب الزمالك لما كان رئيس اتحاد. بص، هو انا حسبتها ازاي يا امير؟ ان مفيش حد نازل. لا، الراجل ده يعني متعلم عليه في موضوع اللي انت قلت عليه. احمد بقول لك ايه، انت لو كنت نازل قدام هاني العتال راجل لوحدك قدام اي رئيس، في اي رئيس غير ابوك، كنت نكته حتى لو ده اتصرف مليار. بس انت محطوط في الكورنر ده غصب عنك، انت محطوط في الكورنر ده مش هتعرف تطلع منه. طيب دلوقتي انا اصحيك الصبح ولا اعمل ايه؟ زي ما انتم سامعين، يعني عصابه مرتضى منصور، احمد مرتضى، وامير مرتضى، عصابه نادي الزمالك بتاعهم. انت تنزل، بابا يخلص، انت تركب، انت تاخد فلوس النادي، انت تمشي مصطفى محمد، بن شرقي، ساسي، طارق حامد، ابو جبل، امام عاشور جه الاهلي. جبت مكانهم مين بقى؟ شوف الصفقات دي كلها انت مشيتها، جبت مكانهم مين عشان السمسره؟ كل ده الكلام موجه لامير، واظن كلام واضح، وحاطط لكم الفيديو وانتوا سامعين كويس، ده صوته احمد وامير. ازاي جماهير الزمالك واقفه لحد دلوقتي؟
ازاي انتوا ساكتين؟ ازاي؟ انا واحد اهلاوي قسما بالله، انا اهلاوي، بس قسما بالله لما لقيت الفيديو ده قدامي انا دم فار. ازاي نادي الزمالك من اكبر الانديه في افريقيا ومن اكبر الانديه في مصر يبقى الاداري بتاعه كده؟ الاداري بتاعه كده ازاي؟ ازاي يا جماعه؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع. حرام، حرام بجد. يعني واحد زي حسن شحاته، واحد زي حازم امام الكبير، الناس الاساطير بتاعت الكوره دي، اساطير كره القدم بتاعت نادي الزمالك قاعده في البيت، واللي بيدير ناس زي دي يبقى حرام. انا واحد اهلاوي دم فار، يعني انا ممكن واحد يقول لك يا عم خليهم مع بعض، انت اهلاوي كده كده فكنا، فانت طول ما الزمالك واقع انت بتكسب وكده. لا ما ينفعش، نادي الزمالك ده بيمثل مصر في بطولات، فما ينفعش. والله نادي الزمالك مع يرجع نادي الزمالك اللي بياخد بطولات وبينافس الاهلي على طول في كل بطوله، غير لما العينات دي كلها تنتهي من النادي. رب ما كنتش طولت عليكم، ما تنساش اللايك وتشيروا يا جماعه، يعني تشيروا عشان حرفيا اقسم بالله حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك ده. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. عايزين يا جماعه نوصل 1000، يعني عايزين نوصل 1000 مشترك عشان احنا واحده واحده بنطلع، فعشان دعم بس. يلا سلام.